جاني سؤال فقالوا لي انت ليش ما قاعد تلتقين انت وعمر محمد الاعلامي صديقك، ما نشوفكم سويه؟ فاني كان جوابي انه هو ما عنده صاحب صديق. انا بامكاني اتغاضى عن السؤال صراحه وما اجاوب، بس انا ليش دا اتغاضى؟ لا، الناس هواية تسالني وين ما دا اروح، فما عندي جواب. لا أنا دا حابة أحكي تفاصيل الإشكال اللي بيني وبينه يوم من الأيام صار مثلا، ولا أنا حابة أسكت، لأنه ما يصير هماتين. الناس مثل ما هم تعودوا عليه أو على أي أحد بينا اليوم عرض حياته للسوشيال ميديا، فمن حقهم الناس قاموا يتدخلون. أوكي، فكان هذا جوابي صراحة. راح تقولوا لي ليش اني حتى اسمه ذكرته، لانه ليش مثلا ما اذكره؟ مثلا شلون مستنكفه ما اذكره، ولا اني خايفه ولا هم يحزنون، ما عندي شيء اني اضمه، ولا اقول ما اريد اذكر اسم فلان. ليش ما اذكر اسم فلان؟ بالعكس اني ما عندي شيء مستخبي، انا بنيه مسالمه واحب احكي. فالكل متفق انه ماكو اثنين سويه ما صار بينهم خلاف، الزوج وزوجته يصير بيناتهم، الاخت والاخ، الاهل، الحبيبين، الصديقات، عادي ماكو مشكله. فاني كان خلافاتي ويا عمر قبل احنا اصدقاء، نتعارك على شغل، نتعارك مرات سوء فهم، كوما تصير سوالف. يعني دا اقول لكم انا علاقتي 7 سنوات وانتم تعرفون كل زين اني علاقتي وعمر شنو هي. اوكي، بس مال انه اني مثلا المرحله باللايف يدزوا لي اللايف يقولون والله اني على اساس اني ادور شغل بس الي وما ادور الي. ليش انا يا يوم افكر بهاي الطريقه؟ ليش شنو هو الشغل اللي اطلع بيه وحدي؟ زين انا اذا هم الشغل بس هم رايديني الي مثلا، انا شنو ذنبي؟ انا علي الشغل اللي يجيني اللي يقولوا لي يريدك انت وياه، انا اكيف اروح اركض بيه ركض. وهو كذلك الشغل اللي يجي ويقول او يطرح اسمي او هم قالوا لي على اسمي، فاحنا قبل نروح نشتغل. يعني انا لازم شلون بالله بكل اعلان لازم يكون هو وياي. مو اخر خلاف صار بيني وبين عمر انه عندنا شخص، هذا الشخص هو يعلن عند الكل، يعني بالمعنى سبونسر احنا نقولها. فهو يعرف عمر، يعرفه من زمان، بس ما متقرب اليه ولا حاكي وياه ولا ملتقي وياه. انا عرفته عليه، أنا اللي أعرفه، أنا عرفت عليه، وأنا لو ما أريد عمر يستفاد ليش أعرفه عليه من الأول؟ صح لو لا؟ ليش أعرفه؟ خلاص خب أنا أبقيه اليوم ما أعرفه. المهم تعرف على بعض، ما أدري شنو سوينا برنامج، صار إعلانات الثلاث، يعني أنا وعمر والطرف الثالث اللي هو كان يعلن عندنا، فإحنا ثلاثتنا مستفادين. يعني الرجال اللي نعلن هو مستفاد من إعلاننا، وإحنا مستفادين كأنه إحنا بيننا شغل وعمل. يعني طبيعي هذا الكل يشتغل هذا الشغل. ما طول عليكم الموضوع، اخر شيء يوم من الايام كان اكو فد مشروع نسويه انا وعمر سويه اثنيناتنا، واتفقنا على كل التفاصيل. اوكي، ومن كثر ما اني عندي ثقه بي عمي، اجى هذا الرجال قال لي سجو اني منطي اجور الاعلان مالتك لعمر. قلت له لا، ما مسلم لي الفلوس عمر، ما مسلمني الاجور. لزمت التليفون قلت له عمر منطيك الرجال اجور؟ قال لي لا ما منطيني الاجور. لحد ما واجهتهم اثنيناتهم، كان عمر هنا زعل مني، ليش انه انت حطيتيني بهذا الموقف؟ ليش انه انت ورا؟ زين ما هو انت يعني العداني اسمع من الغريب انه انت مثلا تتصرف اشياء من وراي. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، من انت تقول يا عمر سجا تمشي ويا العالم ويا مصالح، وهي كانت دائما تنصحني، وهسه هي حاليا تمشي ويا العالم. منو اللي هسه اني ماشي وياهم عندي مصلحه وياهم؟ منو؟ اعطيني اسم يا حبيبي. منو اريد اعرف، يلا يفهموني منو اللي اني ماشيه اسويه على مصالح. شو منطيني بيت، منطيني سياره. انا طبعا دا احكي مجتمع المشاهير، ما دا احكي برا. منش منطيني مثلا؟ اريد اعرف شنو اعلانات، ليش اني ما عندي اعلانات. وانت تقول بعد سجا قالت احنا بعد خلص ما حد يجيب اي طاري اي احد بينا، لا بالزين ولا بالشين. فعلا انا دزيت لك هذا المسج اخر مره وقلت لك ما اريد يجيب اسمي لا بالزين ولا بالشين، واني لحد هسه بعدني على قد كلمتي قايلته هذا المسج وكتبت المسج وعندي اياه الرساله، عندي اياها. ظليت انه اني ما جبت اسمك، واي احد يسالني عليك اقول لهم والله ما اعرف، ملتهي بشغله، والله كذا، وما ارد وما احكي وما اجاوب اي سؤال. بس قبل فتره لعد لما انت رحت اندقيت بي، ولا تقول لي هذا مو انت، لان ما حد كان غير اني وطرف ثاني من البنات من صديقاتنا اوكي اللي صورنا. من طلعت تحكي وعلى اللعبه والعالم كلها تدز لي اياه، وهسه صرتوا تحبون فلان لاعب، وهسه صرتوا تصورون وياه، وعوف المنتخب بحاله. شو ما طلعت وحكيت عليك، شو ما طلعت رديتك، شو ما طلعت قلت لك انت دا تقصد على منو ما.
فاكيد راح احكي وراح اطلع واسولف، لانه راح اكذب عليكم اقول لكم لا ما مهتمه. لا اني اهتم من الناس، لان انا بنيه معنويه انقهر. ليش؟ لانه هو شخص مو اليوم عرفته ولا البارحه ولا صار لي شهر، تمام. انا بدي احكي لكم على 7 سنوات. انا بدي احكي لكم على علاقتي ويا عمر كاصدقاء وكاخوان وكحبايب وكزملاء 7 سنوات ضبط. اوكي. ف كل هذني السوالف اللي انت حكيت بيهن البارحه انا هسه طلعت دا اجاوبك عليهن. اوكي. فبعد الله موجود، اذا انا كنت ظالمتك يوم من الايام وكنت على مصلحه اللي ما اعرف، انا لحد هسه ما اعرف شنو ماخذه منك مصلحه، مداينه $1,000,000 منطيني مثلا، او العالم قدام شو يوم على مصالح ايش منطيني، ما دا افتهم. الشغله الثانيه على طاري انه انا كنت انصحها عادي، انا هم كنت انصحك وما بيها شي، كنت تسمع من عندي حكي من اشوفك طالع برنامج برمضان او غيره افرح لك واكيف لك وبالعافيه عليك، بس الناس تسال لانه متعودين سجا وعمر كل رمضان يطلعون سويه، فالناس 1000 سؤال يدور براسها. عرفت ليش يا ابن الناس؟ فاتمنى لك الموفقيه، واني هم ما اكرهك، مو بس انت ما تكرهني، انت بالنهايه انت مو عدوي. اني اللي سووا بي اكثر واكثر ما راح تكرهتهم. فعلى العموم ان شاء الله هاي قدام العالم، اتمنى لك الموفقيه الك ولاهلك وبشغلك وبحياتك العامه. وصدقني هاي لا اني لا اجيب اسمك لا بالشر، اني ما اجيبه ولا بالزين. اذا اريد اجيب اسمك اجيبه بالزين، تمام. وبخصوص الشغل بيك بلاياك اني اكيد يعني بدون ما انت تجي تقول لي اي رزق بي الي والك اني ما راح ارفضه. قبل فتره عندي دليل، اني من اجوا وانا ما احكي وياك اجوا وسالوني قلت لهم اي اني وعمر نصور، فأنا ما عندي هذا الحقد اللي قلبي.